الموضوع بدأ لما كنت بصرح لأسماء جلال شعرها عشان يبقى شكلها أمور في الكاميرا أكتر ما هو أمور، وبعدها طلعت على الجيم خطفت تمرينة سريعة، وبعدها طلعت على البيت، وبعدين قعدت مع نفسي كده قلت طب وبعدين وآخرتها إيه؟ ويا ترى الشغلانة دي حلال ولا حرام؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن الرجل في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فتخيل أنا بمس شعر أسماء جلال وغيرها من الممثلات كل يوم. لا أنا لازم أسيب الشغل ده. وزي ما شفتوا كده، هل انتوا شايفين حاجة غلط في الفيديو اللي عرضته ده؟ هتقولوا لا والله شخص تاب عن حاجة وحشة شغله فيه معصية فسابه، ولكن ازاي الفيديو اللي بيدل على الأدب والأخلاق وإنه شخص محترم بيحترم دينه ومبادئ دينه يحصل إن أسماء جلال تسجنه علشان تاب؟ تعالوا نشوف الحكاية الكاملة. أهلا بيك في قناة كريمي تيلز اللي بتوصلك الحكاية الكاملة بكل صدق وصراحة بعيدا عن الإشاعات وكل ما هو غير صحيح. تعالوا نشوف. اللي قدامكم ده مصفف شعر الفنانات الكبار زي أسماء جلال وغيرها من الفنانات الكتير التانية، وطبعا هو شاطر جدا في شغله انه يوصل للدرجة دي من الشهرة وسط الفنانات ووصوله لمرحلة تصفيف شعر الفنانات الكبار. طبعا الراجل ده فضل يدور على الشيوخ ويعمل ابحاث عن شغلانته وهل فعلا محرمة ولا لا، وتوصل لحديث للرسول بيحرم ده بشكل قاطع وبشكل مباشر. وبعدها الراجل فضل يعيد تراتيب حياته ودنيته وتوصل ان الاخره غاليه ومش بالساهل انه ياخدها، فعرف انه يمكن يكون عليه غضب كبير جدا من ربنا بسبب الشغلانه دي. ولكن من الجانب الاخر الشغلانه فيها فلوس كتير قوي قوي قوي، والراجل فعلا اخد وقته علشان يقرر هل فعلا اسيب الشغلانه ولا الموضوع مش مستاهل، وتوصل فعلا انه يشتري اخرته ويبعد عن الحرام وكل ما يغضب الله، وفعلا ساب الشغلانه. وطبعا هو لازم يدور على شغلانه تانية او يشتغل علشان يقدر ياكل عيش يصرف على نفسه وعلى اولوياته، وفعلا بدأ في التدوير على شغفه على شغلانه هو بيحبها وبرضه الموضوع ينجح معاه بشكل كبير ويعمل دعايه ضخمه، وفعلا توصل لحل وهو عن طريق السوشيال ميديا ويستدر بيه جمهور كبير، وفي نفس الوقت الشغل ينجح وهو عن طريق ستور ملابس اونلاين. وفعلا بدأ في التجهيز، عمل فيديو بيتكلم فيه عن شغلانته القديمة وازاي هي فيها حرمانية كبيرة جدا وعن طريق اثباتات، وفعلا بدأ يقول وانا بصفف شعر اسماء جلال علشان اخليه امور اكتر ما هو امور علشان مسلسل او فيلم اعتقد مش متأكد، وفعلا قدر يستدر بتعاطف ناس كتيرة جدا، وفعلا الموضوع نجح والفيديو راح لاسماء جلال. والفيديو استفزها جدا مش عارف ليه، بس الراجل ما غلطش، بالعكس هو بيتكلم بكل احترام وتقدير على الشخص اللي بيتكلم عنه، وباين كده هي استفزت من كلمة انه مثلا طلعها بصورة وحشة مش كويسة او مش باذنها، ولكن هو الراجل ما غلطش في الاول وفي النهايه. وفعلا اسماء جلال نزلت بوست على فيسبوك انه فعلا الحكومه اخذت الشاب مصفف الشعر، ولكن الموضوع كده كده فيه مصالح ما بين اسماء جلال وما بين مصفف الشعر وبس كده. دي قناه كريمي تيلز، ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تشوف فيديوهاتنا الجديده، وبس كده. السلام عليكم.